بدرس في كلية طب، وهو شجعني لحاجة زي دي، يعني بيقول لي ان انا هساعدك على قد ما اقدر، حتى لو ده هيجي على حسابي انا، بس اهم حاجة ما يجيش على حساب الاولاد. بالعكس، ده حاجة تشرف جدا ان تكون مراتي دكتورة. فطبعا انا سمعت كلام منه زي كده، فاللي هو انا اتبسطت منه. ازيكم؟ انا تقدم لي ابن عمي، هو كان بعيد عننا شوية، ولكن هو الحمد لله بيبني نفسه بنفسه. يعني هو اشترى شقة، واشترى بعض الأجهزة الكهربائية، واشترى شوية حاجات في الشقة. انطباع عنه ان هو شخصية هادية وفي حاله جدا، بس انا لما قعدت معاه لقيته شخصية بسيطة جدا فوق ما تتخيل. بس مشكلتي ان في بعض الحاجات اللي اشتراها في الشقة، ان اشتراها مستعمل، وان شقته صغيرة شوية. هو بيقول ان هو عايز يجهز كل حاجة، ومش عايز يشيلنا هم اي حاجة، وهو اللي هيتكفل بكل حاجة. وكمان بيقول لي ان انا كان عندي دوالي، والحمد لله انا عملتها وبقيت كويس. وبيقول لي هي دي عيشتي وانا مبسوط بيها كده، وبحب اكون كده. اوقات بحس ان هو بخيل عن معرفتي، ولكن انا اعرف عنه وكلنا نعرف عنه ان هو كل سنة بيضحي في العيد وبيساعد ناس كتير جدا حواليه. هو بيقول لي ان هو مش حابب يعمل فرح في قاعة، ولا عايز يخليني اقعد على السوشيال ميديا الا للضرورة، بس في حاجة ضرورية او ان هو ممكن يكلم صحابه. بس اللي انا حسيته منه ان هو شخصية بسيطة جدا، ان هو مش زي الناس. يعني حاسة ان هو مختلف، حتى في طريقة لبسه وفي كلامه، ان هو بسيط جدا. لما قعدت واتكلمت معاه لقيته غير كده خالص. يعني انا كنت فاكرة ان هلاقيه ان يعني متشدد صعب، ولكن انا لقيت غير كده خالص. يعني انا لما جيت كلمته على موضوع الكلية بتاعتي عشان انا لسه بدرس، قال لي انا ما عنديش مشكلة خالص، انا هساعدك على قد ما اقدر ان انت تكملي دراستك. اتكلم عليه، هو الحمد لله شغال في شركة برمجة، ودي برا مصر، وحياته بسيطة جدا فوق ما تتخيل. المشكلة بقى ان انا مترددة، ان هو كل واحد في العيلة في البيت عندي بيقول لي حاجة، وانا حاسة ان انا متلخبطة. وفي نفس الوقت هو قال لي ما تخليش اي حد يضغط عليكي في اي حاجة، يعني خلي القرار يكون ليكي انتي، اذا كنت انتي عايزة توافقي او مش توافقي. ولما جيت كلمته ان انا ممكن اغير حاجات في العفش، قال لي دي والله حياتي وانا راضي على كده، ودي امكانياتي. فيما معناها يعني لو انت حابة الموضوع تمام، مش حابة خلاص الحاجة ترجع لي. فقلت ابعت لحضرتك على اللينك الصراحة، عشان حضرتك تقولي والناس اللي عندك تفيدني اتصرف ازاي. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك اول مرة تشوفني ما تنساش تتابعني، وما تنساش تقول رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بصي انا هكلمك بمنتهى الوضوح. انتي ممكن تكوني كنت عايزة شاب اللي هو بتاع الأيام ديت، اللي هو بيلبس على الموضة، ليه ستايل معين، ولكن أعتقد إن هو صرحك بكل حاجة. وتقريبا بيبقى نادر لما تلاقي شخص صريح وواضح، إن بيقولك على كل حاجة من البداية هو حابب إيه ومش حابب إيه، وبيعرفك إن حياته دي مش هيغيرها عشان أي حد، وقراراته هو بياخدها لأن هو تقريبا كده بيراعي ربنا. فانتي لو شايفة إن الحاجات اللي هو قالك عليها دي هتناسبك، خدي القرار. انت حاسه ان انت مش نفس الحاجه اللي انت حطاها في دماغك، اكيد طبعا هيكون لك كل الرفض. ولكن اللي انا عايز اقوله لك، ممكن تصلي صلاه استخاره وتستخيري ربنا، واكيد ربنا عمره ما هيجيب لك حاجه وحشه ايا يكن بقى اللي انت حسيتيه برفض او بقبول. ولكن انا شايف من وجهه نظري ان هو انسان واضح جدا وصريح، بيتكلم بمنتهى الوضوح. واعتقد ان خلينا نبص لها بشكل تاني، ان مش كل الناس دلوقتي بقت تعمل افراح يعني في قاعة والكلام دوت. يعني بعض الناس، في ممكن ناس بيبقوا مبسوطين جدا وبيعملوا زفة وخلاص، ومثلا بيسافروا في اي حتة ويروحوا في اي مكان. ولكن يعني اللي انا شايفه من الشخص ده ان هو واضح جدا، بدليل ان ادالك الاختيار، وفي نفس الوقت هو شجعك ان تكملي دراستك حتى لو انت معاكي اطفال، وده نادرا برضو لما يكون موجود. فانا شايف في وجهة نظري جدا ان ده شخص واضح، واكيد زي ما هو قالك على كل حاجة بصراحة، استحالة ان يرجع في حاجة هو قالها لك. بس لو انتي اديتي نفسك فرصة وقدرتي تفكري وصليتي استخارة، وربنا اراد ليك ان انتي ممكن تكوني زوجة ليه، فانا شايف من وجهة نظري ان هو صريح. يعني الا اذا بقى ان انتي ليكي
حد تاني في حياتك، او بتفكري مثلا ان يكون شاب معين انت عايزاه بمواصفات معينة يكون في نفس التفكير اللي انت بتفكري فيه. وده كرأيي، واكيد الناس هتقول رأيها في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنت بتاع الناس.